تعرفي ان انتي ممكن تكوني بتستخدمي الهيالورونيك اسيد بطريقه تدمر بشرتك؟ طب تعرفي ان مش كل الهيالورونيك اسيد ينفع تستخدميه؟ تعالي اقولك ازاي. كلنا عارفين ان الهيالورونيك اسيد زيه زي الكولاجين والالاستين، الجسم بينتجهم، بيبقوا موجودين في البشره لحد سن معين لانهم بيتاثروا بالمرحله العمريه. بعد مرحلة معينة، بعد سن 30 سنة، بيبقى الكولاجين والإلاستين والهيالورونيك أسيد نسبتهم قليلة جدا في البشرة، وعشان كده بيحتاجوا عامل مساعد خارجي اللي هو بيتحط على البشرة، وكمان بعض الحاجات اللي ممكن الواحد ياخدها علشان تساعد على إنتاج الهيالورونيك أسيد في الجسم. لكن الهيالورونيك أسيد ما ينفعش تستخدمه البشرة الدهنية زي البشرة الجافة والعادية أو المختلطة. الهيالورونيك أسيد للبشرة الدهنية لازم يكون البيز بتاعه ووتر أو نسبة المية فيه أعلى، بخلاف البشرة الجافة والبشرة العادية بتحتاج ان يكون في نسبة زيوت